السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما كلكم تكونوا بخير وصحة وسعادة وأحسن حال. النهاردة مع بعض في الفيديو ده هنعمل قشطة الأفران أو القرص الصغيرة بالعجوة. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، والسر النهاردة هقوله لكم في الفيديو. تابع الفيديو وحط اللايك بتاعك واشترك في القناة ويلا بينا. اول حاجة كده معايا بولة كبيرة حطيت فيها المنخل اليدوي، ومعايا كيلو دقيق الا 4 معالق. كان عندي كيلو دقيق ده وخدت منه 4 معالق بس. هبتدئ بقى كده انخله كويس جدا. هو الدقيق معايا نضيف بس زيادة تأكيد. وكمان لما بتنخلي الدقيق بيبقى بتديله كده فراغات كده الدقيق او هوا كده، فبيخلي معاكي العجينة حلوة وهشة. بدأت كده انخله شوية بشوية علشان ما يبقاش تقيل على ايدي. خلاص كده خلصنا الكيلو الدقيق، وبدأت بقى انخل الشوية الباقيين. الدقيق طبعا كده معايا المنخل نضيف، ده دليل ان الدقيق معايا نضيف. حطيت معلقتين سكر وكيسين فانيليا، وحطيت حوالي نص معلقة كيك شيف هي اللي كانت عندي. ده بيدي بيبقى معايا القرصة كده مفرغة من جوه، بتبقى حلوة جدا. ومعايا هنا بقى السر يا جماعة، ده اسمه ينسون نجمة، وهوريكم شكله دلوقتي اهو. ده الشكل بتاعه، بيبقى ريحته حلوة جدا وطعمه في العجين في القرص بتبقى تحفة جدا. بصراحة يا جماعة حلوة قوي قوي، جربيه وعلى ضمانتي. وحطيت شوية ملح على الدقيق كده، وقلبتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه. قلبت كل المكونات الجافة معايا. ومعايا هنا معلقتين سمنة بلدي على معلقة روابي، وهحط دلوقتي كوباية وربع زيت على سمنة اهو. ادي كوباية بالكوب المعياري، ما عندكش الاكواب المعيارية دي حطي بالمج العادي بتاع الشاي. وخلاص كده حطينا كوباية وربع زيت على سمنة. وهبتدي بقى دلوقتي ابس العجين. الدقيق كده اخليه زي حبيبات الرمل متشبعة من السمنة والزيت. وده الشكل النهائي بعد ما قعدت ابسهم شوية حلوين. ومعايا هنا لبن او لبن رايب. ده اللبن ده مطرح السمنة البلدي، كنت عاملة سمنة بلدي، وده اللي طلع من السمنة البلدي اللي هو اللبن الخض. ابتدي بقى اعجن من بره لجوه من بره لجوه علشان الم بس معايا العجين. مش هنزل طبعا بكوبايتين اللبن اللي معايا مره واحده، انا نزلت واحده واحده بيهم علشان ما احطش دقيق اهو. هنزل بيها كده دلوقتي على الرخامه. ومعايا هنا ميه دافيه للعجن. وحطيت يا جماعه كمان كيس خميره اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعجنها كويس قوي على الرخامه. اهو بالشكل ده. لما بتعوز ميه برضو بديها، بلم العجينة من بره لجوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده العجينة بتاعتي حلوة جدا ما شاء الله، واتلمت معايا وما مسكتش كمان في ايدي. بصوا، لا هي طرية بتلزق ولا هي طرية حلوة جدا كده. دلوقتي بقى ايه، حطيتها في الطبق وهجيب شوية زيت بس ادهن الوش. خلاص كده ابتدي دلوقتي بقى اغطيهم. وعندي هنا بقى ايه، معلقة سمنة عليها شوية زيت. وبعد كده معايا ربع كيلو من العجوة اهي. هبتدي اسخن السمنة على الزيت،
وانزل بيهم على العجوة. عايزة تحطي العجوة وتسخنيها على النار، ليكي حرية الاختيار. دلوقتي بقى كده هفككها بايدي وهحط عليها السمنة والزيت وهما سخنين. اعجنها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة اهو. دلوقتي بقى بعد ما عجنتها واعملها كور صغيرة على قد القرصة بتاعتي. وخلاص هنا العجينة بتاعتي خمرت. هنزلها كده على الرخامة وهقطعها الى 4 كرات كبار اهو. ابتدي بقى اغطي العجينة اللي في الطبق اللي انا رجعتها تاني واقطعها كده كور صغيرة اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. حتة عجينة صغيرة وفي قلبها الكورة بتاعة العجوة، وهبططها كده صغير خالص وهبططها بايدي كده واسيبها بقى ترتاح اهو. نفس النظام حطيت العجوة في النص وقفلت عليها وكورتها ما بين ايديا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كله بنفس النظام كده. عايزه اقول لكم يا جماعه بيبقى ريحه ال اما بتعملي قرص كده او معجنات في البيت وبالذات في الشتاء بتخلي البيت ريحته كده مليان بالخير وريحته بتبقى جميله بصراحه ربنا اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دي القرصه حطينا جواها حته العجوه كورناها ما بين ايدينا. طبعا بقى بعمل الكمية كلها بنفس النظام كده. هيعمل معايا الكيلو. الكمية دي ما شاء الله عمل كمية حلوة جدا، عمل 3 صيجان. دلوقتي بقى جبت سكينة كده وفي النص رحت عملت فتحتين زي ما بنشوفها او زي ما بنجيبها من الفرن الفين او في النص كده. هتبقى العجوة هي في النص فتعملي لها فتحتين كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا مش هسيبها تخمر ولا حاجة، هو اول صاج انا شكلته هدخله في الرف اللي في النص في الفرن واشغله من تحت بس، ولما تاخد لون من تحت هشغل لها من فوق، ولما تطلع هروح مغطياها بفوطة مندية علشان تفضل معايا القرص طرية. وادي الكمية اللي طلعت ما شاء الله، ده غير ما احنا كلنا كمان. الكيلو عمل لي الكمية دي كلها وحاجة حلوة ونظيفة في بيتك وضامنة نظافتها. وما تنسيش تحط اللايك وتشترك في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.